انت بتبوظ كاميرا موبايلك يوميا من غير ما تحس، والسبب واحد من الثلاث حاجات دي، وده اللي بيخليك تسال نفسك بعد كده ليه الموبايل كانت كاميرته حلوه في البدايه ودلوقتي بقت وحشه. السبب الاولاني لمس العدسه بايدك. اي لمسه بسيطه للعدسه بصباعك بتسيب طبقه من الدهون والبصمات. الدهون دي بتعمل طبقه بتكسر الضوء قبل ما يوصل للعدسه، وده بيخلي الصور باهته والتفاصيل اقل. غير كده مع الوقت الطبقه دي بتجمع شويه اتربه، ممكن تعمل شويه خدوش دقيقه جدا على سطح العدسه، ودي بتاثر طبعا على جوده التصوير. السبب الثاني وده مش كتير يعرفه هو انك بتسيب الموبايل في الشمس او في درجات الحراره العاليه. انا عايز اقول لك ان المستشعر بتاع الكاميرا عباره عن شريحه الكترونيه حساسه جدا للحراره. لما الموبايل بيتساب في الشمس الحراره دي بتزود نسبه الالكترونيك نويز اللي بيظهر في الصور كنقط او تشويش، وكمان ممكن تقلل من عمر المستشعر نفسه. عشان كده تلاحظ ان الصور بعد وقت طويل ما بقتش بنفس الجوده بتاعه اول يوم. السبب الثالث طريقه مسحك للعدسه غلط. في ناس اول ما بيلاقوا الكاميرا متوسخه يجري يمسحها في تيشيرت او اي قماشه خشنه. المشكله ان العدسه متغطيه بطبقه حمايه اسمها اوليفوبيك كوتنج، ودي طبقه شفافه رقيقه جدا بتقلل البصمات وبتحسن مرور الضوء. يعني لما بتيجي تمسح العدسه بسطح خشن الطبقه دي مع الوقت بتبتدي انها تتاكل، وطبعا ده بيأثر بشكل كبير جدا على جوده التصوير. وعلشان كده حتى تلاحظ ان عدسات النظارات بيعملوا لها منديل خاص بيها. المنديل ده بيبقى ناعم بيحمي النظاره من الطبقات المحطوطه عليها وان هي تتخربش. وبس كده، لو كنت بتعمل واحده من الثلاث حاجات دي اكتب لي تحت في التعليقات.